اللي معاه بياخد واللي مش معاه برضه بياخد. احنا ما بنتاخرش مع اي حد خالص. حضرتك احنا طول السنه يا فندم شغالين مخبوزات، فبيجي شهر رمضان يا فندم بنعمل الكنافه والحلويات الشرقي اللي هي الكنافه والجلاش والبسبوسه والبلح الشام والزلابيه والقطايف وكل الحاجات اللي الشعب المصري طول شهر رمضان ما بيستغناش عنها. وطبعا كل البيوت بتحب ان هي تشتري الكنافه النيه والقطايف عشان تجهزها في البيت. بالنسبه للناس طبعا متناول كل يوم، يعني ايه، ممكن الزبون يجي النهارده خد قطايف، ثاني يوم يجي ياخد كنافه، النهارده مثلا خد كنافه وقطايف، وهكذا. في تغيير بالنسبه للكنافه الشعر دي يا فندم، بيتصنع منها حاجات كتير قوي، اللي مخبوزات للحلويات. حضرتك فبيجي الكنافه دي بيتعمل منها الكنافه اللي هي البصمه والصوابع، تمام، وبيتعمل منها الصواني، تمام يا فندم. فبيجي ده دلوقتي الكنافه اللي هي البلدي دي بتتعمل في البيت، اللي بالنسبه اللي تتعمل بلبن، تتعمل بسمنه، تتعمل بسكر، لكن دي بتتصنع منها الحاجات اللي هي الصوابع والبصمه وحاجات كتير يا فندم. الاخوان بيكونوا اكتر على الكنافه والقطايف، او بمعنى صح يعني قوي الكنافه والقطايف. متوسط يا فندم، الاثنين يعني ماشيين مع بعض. اللي هياخد ده هياخد ده، بياخد نص قطايف مثلا ونص كنافه.